السلام عليكم. الفيديو جديد اليوم غنقدم معكم واحد الطورطه هكا بالكريمه، كتجي رائعه الصراحه، كتستحق التجربه وسهله كتنجح من اول تجربه تنجح معكم. خليكم مع الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على الطريقه والمقادير، راهم ساهلين وفرجه ممتعه، ونتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. هاد الطورطه تقدروا تقدموها نهار العيد، تحمر لكم وجهكم الصحه والراحه. نبداو على بركه الله. اول حاجه غنبداو بها هي المقادير. عندي هنا واحد 2 ديال البيضات يكونوا بحراره المطبخ، عندي كاس ديال الحليب، عندي كاس الى ربع زيت نباتيه زيت المائده، والسكر كاس الا ربع. نتوما تقدروا تزيدوا السكر اللي عندكم، 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر. الحلاوه نتوما كتحكموا فيها، بغيتو السكر بغيتها تجي حلوه بزاف كتزيدوا السكر، ديروا كاس. انا درت كاس لاروب. هنا عندي الدقيق، 2 كيسان ديال الدقيق، ولكن غادي نضيفو غير بشويه. وعندي هنا واحد الخميره في المقادير، خماره وحده. اول حاجه كنديرو هي كنطربوا البيض مع سكر سنيده وواحد ساشي ديال سكر الفاني، ونطربوا هذا البيض مزيان حتى يولي اللون ديالو ابيض. صافي غادي نضيف الحليب وانا كنطرب. تقدروا ديروا الطراب اليدوي، ماشي ضروري هذا الطراب الكهربائي. ونبدا نضيف الزيت بشويه بشويه حتى ينسجم لينا مع الخليط. دابا ملي نسجم ليا الخليط غادي نضيف الكاكاو المر 2 معالق كبار. كما قلت لكم من الاحسن يكون نوعيه جيده. ملي غنخلطو غينسجم لينا مع هاد المكونات كاملين. عاد غادي نضيف الدقيق. الدقيق حتى هو خصو يكون مغربل من قبل. هاد الكيكه كتجي صراحه ساهله، المكونات ديالها اقتصاديين وكتجي رائعه بزاف. غير جربوها غادي تعجبكم. انا هنا ضفت الدقيق مع خماره، 2 كيسان ديال الدقيق. الا خصني ديك الساعه الدقيق غادي نزيد، من الاحسن تضيفوا غير بشويه. انا حيت عندي البيض كبير داكشي علاش ضفت 2 كيسان في دقه واحده. اما نتوما ديروا كاس الاول من بعد ضيفوا الكاس بشويه بشويه باش هكا ما تقاش لكم الخليط ديال الكيك، ما خصوش يجي ثقيل. صافي بعد ما ساليت ها هو القوام ديالو كيفاش جاني، بحال هكا، ما ثقيل ما خفيف، خصو يكون هكا القوام ديالو. دهنت هنا المول، واحد المول ديال الزاج، مول عائلي كبير. دهنتو هكايا بالزبده ورشيتو بالكاكاو، وغادي نخوي عليه هذا الخليط. انا ما كنشعلش الفران، دابا عاد شعلته. ملي غنبغي ندخل ليه المول غادي نشعلو على درجه حراره 180 غير من التحت حتى يطيب ليا الكيك ديالي. دوز واحد نص ساعه عاد نحل عليه. وراه هاد الكيك حرة ما كيبان ليناش واش طاب. المهم غيبان لكم انه شد في راسو تنفخ. غتشعلوا عليه غير شويه من الفوق، عندكم يتحرق لكم غير شويه بما غير يطيب من الفوق، حيت كيكون اسود ما كيبانش الصراحه واش طاب ولا لا. راه دغيا كيوجد معنا هاد الكيك ما كاملاش نص ساعه كتحلوا عليه كتقلبوه. هنا من بعد ما خرجت ليا الكيك ديالي من الفران كما شفتوها كيفاش جات، صراحه جات زوينه بزاف. شديت هنا واحد العود ودرت هكا، تقبت الكيك كامل هكا باش غادي نسقيها. الكيك باقا سخونه، غادي نسقيها بالحليب بارد باش هكا تجيني الكيك مسقيه مزيان، ما تجينيش ناشفه. حقاش هاد الكيك هادي غادي نديروها على شكل، نديروها على شكل طورطه، خصها تجي مسقيه مزيان. وكما شفتوا راه ما جاتش طالعه، لان انا الحجم ديالها خصها تجي الكيك ما تجيش طالعه. داكشي علاش درنا فيها غير 2 ديال البيضات، وانا درت هنا مول كبير. الا كان عندكم مول صغير ديروا غير بيضه واحده باش ما تجيكمش الكيك غالب على مقادير ديال الكريمه والطبقه الاخرى. الاحسن ديروا بيضه واحده. انا عندي المول هنا كبير، درت 2 بيضات. صافي بعد ما غادي نسقيها مزيان غنخليها حتى تشرب مزيان، وغادي ندوز باش نوجد معكم الكريمه اللي غادي ندير فوق هذا الكيك. غنحتاج ليها واحد 3 ديال الياغورت ديال هكا ديال الشوكولاط عفوا، اولا تقدروا تستعملوا ديال الكراميل. انا درت هنا ديال الشوكولاط. 3 ديال العلب. وغادي نضيف معاهم واحد
الكريم شونتي، واحد الباكيه ديال الكريم شونتي. هاد الكريمه كتجي بنينه بنينه بزاف، غير جربوها راه غتعجبكم. صراحه كتجي رائعه. ما كنضيفوش السكر لان الياغورت حلو والكريمه حتى هي حلوه. من الاحسن نكونوا دايرينهم في الثلاجه باردين مزيان باش هكا تنجح معنا، باش تطلع لينا هاد الكريمه. وغادي نطربها مزيان مزيان حتى تضاعف الحجم ديالها. الا بغيتو تضيفوا شي قطع، عندكم شي شوكولات زوين زعما نوع جيد، ضيفوا شي قطع ديال الشوكولات. صافي غادي نطربو مزيان مزيان حتى يشد ليا في راسو. ومن الاحسن كما قلت لكم يكون كلشي بارد باش تنجح معكم هذه العمليه. وهذا هو القوام ديال الكريمه اللي غادي ندير. الصراحه جات زوينه بزاف وكريميه. دابا غندوز نحضر معكم واحد الكلاصاج ميغوار كيجي بنين، كنتمنى تجربوه ويعجبكم. المكونات ديالو: كاس ديال الحليب، كاس لاروب ديال السكر، واحد ساشي ديال سكر فاني، ونص كاس ديال الكاكاو اولا 2 معالق كبار ديال الكاكاو. غادي نحركوا هاد الخليط هذا مزيان حتى ينسجم لينا المكونات كلها. وغادي نضيف نص كاس ديال زيت المائده، نخلطو على البارد مزيان 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 باش ما يتكورش لينا هاد الخليط مع الكاكاو. نخلطوه مزيان، عاد غادي نضيفوه فوق النار. وملي توضعوا فوق النار غادي ديروا نار مهيله مهيله باش ما يتحرقش لكم هذاك الكاكاو، ينزل لتحت ويتحرق. وتبقاو تستمروا في التحريك باش ما ينزلش لكم الكاكاو ويتحرق. تبقاو تخليوه يطيب مزيان حتى يختار ويعقد. دابا غادي نبدا هكا نشكل هذاك الكريمه فوق الكاطو ديالي، فوق الكيك. صافي غادي ندير شوفوا كامل على الكيك. غادي نقاد هكا بسباتيل ولا عندكم هكا شي سكينه يكون طويل، وغادي نقادوها كامله. غادي نديروها فوق الكيك حتى تاخذ الحجم ديال المول. ومن بعد عاد نضيفوا عليها من الفوق داك الكلاصاج ميغوار اللي صوت معكم. شوفوا كيفاش جا القوام ديالو. الصراحه راه جا زوين بزاف وسهل. هاد الطورطه كتبغي تبرد، من الاحسن ديروها في الصباح الا كنتو بغيتوها في العشيه، اولا الا كنتو بغيتوها هكا تشد مزيان راسها مزيان ديروها بالليل. كل ما بقات بردات كل ما كتجي زوينه الصراحه. هذا هو القوام ديال الكلاصاج. شوف كيفاش جا كيبري، صراحه جا زوين. هانتوما كما كتشوفوا معايا خليوه حتى يعقد مزيان، يبقى يتبخ حتى يطلع واحد الكشكوشه ويبان لكم راه ثقال. عاد حيدوه من فوق النار، تخافوش ما غيتحرقش، غير هي بقاو تحركوه مزيان مزيان. انا ديك اللقطه صراحه ما تصوراتش ليا. مره اخرى غادي نشارك معكم هذا الكلاصاج ان شاء الله. صافي غنديروا هنا واحد المعلقه، غادي نبداو نصبوه فوق المعلقه هكا، نخويو هذاك الكلاصاج كامل. ومن بعد عاد غادي نقادوه بيدينا. وباش غادي نسهلوا العمليه غنشدوا المول، غادي نبداو نحركوا فيه هكا اليمين واليسار، وراه دغيا كينسجم معنا هذا الخليط ديال الكلاصاج. ونخليوه يبرد، راه كل ما برد كيشد في راسو كيعقد. نتمنى ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وتجربوا هذه الوصفه ديال الطورطه وتنجح معكم ان شاء الله. نتمنى لكم عيد مبارك سعيد، وجربوا هذه الوصفه وما تنسونيش من اللايك ديالكم. ومرحبا بالناس الجداد وشكرا للناس القدام. ونتلاقى ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده كما العاده. مع السلامه.